السلام عليكم الطلبه والطالبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بالنسبه للناس اللي بغاو يتسجلوا في الجامعه ديال مولاي اسماعيل، سواء الكليات اللي كاينين في مكناس او لا في الرشيديه، في هذا لا فيديو غتشوفوا معايا الطريقه ديال التسجيل من الاول حتى الاخر. لهذا الا كنتي مهتم تبع معايا هذا لا فيديو. اول حاجه الا كنتي خدام بالتليفون، حاول تاكتيفي هذا الوضع ديال فيرسيون بور اورديناتور بحال خدام شي بيسي باش تجيك الطريقه السهله. وغادي توجه لمحرك البحث في جوجل وغادي تكتب ماي ايمي اللي هي الاختصار ديالها يونيفرسال مولاي اسماعيل، وغتكليكي على روشيرش. مباشره غادي يطلع لك هذا الرابط او هذا الموقع. هذا هو الموقع اللي غادي نتسجلوا فيه. بطبيعه الحال راه غنخليه لكم في صندوق الوصف، الضغط عليه غادي يديك نيشه لهاد الصفحه. هنا انت تختار اللغه باش باغي تسجل. انا اختاريت الفرنسي. هنايا عندنا هاد غيان سكريبسيون بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اعاده تسجيل. راه مازال غنخصص لكم فيديو على هاد اعاده التسجيل. دابا غندوزو لبخيان سكريبسيون اللي هي التسجيل القبلي. اضغط عليها، على هذا التسجيل القبلي. مباشرة فاش تضغط عليه هنا كيعطيك تدخل رقم مسار او لا رقم البطاقة الوطنية والمود باس. حنا مازال ما عندنا، مازال ما قدينا كونت. غادي نهبطوا لتحت نلقاو كريي ان كونت، انشاء حساب جديد. هنا مباشرة كيعطينا ندخلوا رقم مسار ديالنا او لا سي ان او، وكذلك كندخلوا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، وغنكليكيو على هاد كونيكتي. هنا كما تلاحظوا معايا مباشرة عطانا هنا ندخلوا الايميل ديالنا وكذلك واحد المود باس ونكونفيرميو داك المود باس اللي كتبنا. هنا انت تدخل المعلومات ديالك، الايميل ديالك، وتكتب واحد كلمة السر وتعاود تأكد ديك كلمة السر. انا مباشرة ندخل هاد المعلومات ونكملوا لا فيديو. من بعدها فاش تدخل المعلومات كليكي على اونفوي، غيديك لهاد الصفحة وغادي يطلع لك هاد الميساج على هاد الشكل. انت توشي على هاد الاختيار وتكليكي على هاد اكسبتي. من بعدها كيديك لهاد الصفحة. هاد الصفحة الأولى كتختار فيها الشعبة أو الكلية اللي باغي تسجل فيها. هنا كما تلاحظوا معايا عطينا الكلية ديال العلوم بمكناس، كذلك عطينا هنايا الكلية ديال الحقوق. المهم انت هنا على حسب البكالوريا ديالك. الا عندك باك علمي راه بطبيعة الحال يطلعوا لك هنايا المواد العلمية وكذلك كلية ديال العلوم. عندك باك آداب راه بطبيعة الحال يطلعوا لك كلية ديال الآداب وكذلك كلية الحقوق. هنا بطبيعة الحال انت تختار اش باغي تقرا. هنا يطلعوا لك الشعاب، يطلعوا لك الكليات. مثلا انا عندي باك علمي، غنختار هذه الكليه ديال العلوم وغنختار هاد. بطبيعه الحال فاش تكليكي على هذا التخصص راه كتطلع لك هنا تحت منها السنه ديال البكالوريا. تاكدوا من هذه المعلومه ومن بعد كتكليكي على هاد اونغيستري. هنا كيقول لك هاد لو شوا ديال هاد الشعبه اللي اختاريتي راه بيان اونغيستري. ودابا غادي ندوزو لهاد المرحله الثانيه. هاد المرحله الثانيه كتلقى بعض المعلومات راه ديجا داخلين، بحال السميه ديالك، رقم مسار، داكشي راه واخدينه من رقم مسار ديالك. نتايا هنايا داكشي اللي خاوي راه غادي نعمروه بطبيعه الحال. مثلا هنا كيعطيوك ليان دو نيسونس، مكان الازدياد كذلك بالعربيه. خلاص هنا النوم ديالك وكذلك البرينوم راه كتكتبهم هنا بالعربيه. تاكدوا راه فاش يعطيوك هنا تكتب الحاجه بالعربيه راه ضروري تكتبها بالعربيه وكذلك بالفرنسي. خلاص هنا رقم ديال البطاقه الوطنيه، وخلاص هنا الوضعيه ديالك واش سيلباتير واش متزوج. خلاص هنا الجنسيه ديالك واش مغربيه ولا شي جنسيه اخرى. هنا فاش كتعمر دوك المعلومات في هذه المرحله الثالثه خاصه بالادريس. اول حاجه هنا كيسولك واش انت موظف. الا كنتي وي كتكليكي على وي وكتختار هنا القطاع فاش خدام. كذلك بالنسبه لهذا الاختيار الثاني تيقول لك واش كتعاني من شي مرض او لا من شي حاجه. الا كانت وي كتختار وي وكتختار النوع ديال المرض، وإلا كنتي نو كتخليها نو. هنا اول حاجه كيقول لك فوتر ادريس ديالك، العنوان الشخصي ديالك كتكتبو هنا. تلقاه في لاكارت ناسيونال ديالك كتكتبو كما مكتوب. هنا تختار المدينه ديالك، راه كيطلعوا لك الاختيارات. هنا كتختار المهنه ديال الاب ديالك. الا ما لقيتيش المهنه ضمن هاد الاختيارات تكليك على اوتر. اوكي. هنا ندوزو النيميرو ديال الهاتف ديالك، يكون كيبدا بصفر 6 ولا 07. هنا كذلك كود بوستال. اوكي راه باين. هنا كتلقى هنا جميع المدن. تختار حتى المدينه ديالك راه حاطين حدا الكود بوستال. هنايا كذلك المهنه ديال الام ديالك تختارها من ضمن هاد الاختيارات. الا ما لقيتيهاش كتخليها سون او لا اوتر. مزيان. دابا هنا ندوزو للايميل راه ديجا عاطينه لينا بلا ما نعاودو نكتبوه. فاش غادي تسالي تكليكي على هاد اونجستري. يقول لك واش عندك شي كونط بونكير. الا عندك وكليكيتي على وي غيعطيك تدخل الرقم الحساب البنكي ديالك. خلاص الا ما عندكش خليها طافيه ودوز الاختيار الاخر. هنا كيسولوك واش الاب ديالك عنده رقم البطاقه الوطنيه. الا عنده غادي تخلي هذا الاختيار مفعل وتكتب فقط رقم البطاقه الوطنيه ديال الاب ديالك. في حاله الا ما كانش عنده رقم البطاقه الوطنيه للتعريف غادي تلغي هذا الاختيار كما تلاحظوا معايا هنايا.
هنا كيعطيوك تكتب. هنا كما تلاحظوا معايا كتلغي هذا الاختيار، وهنا كيعطيك تدخل السميه، الكنيه، التاريخ فين تزاد. ومن الاحسن دخل الى عند الاب ديالك رقم البطاقه الوطنيه التعريف، ادخلها هنا. وكذلك بالنسبه للام، هنا كيسولك واش الاب ديالك باقي عايش. الا باقي عايش الله يخليه لك، خلاص. الا كان توفى هنا كتفعل هذا الاختيار وكتحدد السنه فين توفى. كذلك بالنسبه للام ديالكم، هنايا كيقول لك واش كتستافد من شي نظام تغطيه صحيه. في حالتك انت كتستافد من شي نظام تغطيه صحيه، غادي تفعل هذا الاختيار وغادي تختار من اللائحه اللي غادي تطلع لنا نوع التغطيه الصحيه اللي كتستافد منها. وهنا مباشره فاش كتفعل هذا الاختيار كيطلعوا لك هنا التغطيات الصحيه اللي كتستافد منها، بحال لامو، بحال لا سينيسيز، بحال هنا. بطبيعه الحال انت كتختار واش كتستافد من شي نظام تغطيه صحيه. الا ما كنتيش كتستافد من حتى شي نظام ديال التغطيه الصحيه، غادي تطفي هذا الاختيار باش تدوز المرحله التاليه، وغادي تكليكي على هاد اونغيستري. دابا غادي ندوزو لهاد المرحله ما قبل الاخيره. هنا كيعطيونا نختاروا المدينه فين خدينا البكالوريا. هاد المعطيات اللي عطينا هنايا ندخلوهم راه تلقاوهم في شهاده البكالوريا ديالكم. اول حاجه المدينه بطبيعه الحال. كذلك هنا كتختار الميزه باش خديتي البكالوريا ديالك، حسن جدا. كذلك مقبول. المهم كتختار على حساب الميزه باش خديتي الباك ديالك. اخر حاجه هنا كيعطيوك الدخله اللي هي الليستي فاش خديتي البكالوريا، ثانويه اللي قريتي فيها وخديتي فيها البكالوريا. من بعد فاش كتدخل هاد المعلومات غادي تكليكي على هاد اونغيستري باش ندوزو للمرحله الاخيره. اخر مرحله اللي هي نسكانيو ليهم الوثائق ديالنا. اول حاجه اللي هي البكالوريا من الواجهتين، الواجهه الاماميه والواجهه الخلفيه اللي كيكون فيها داك الطابلو. بطبيعه الحال هنا راه طالبين لينا هاد جوج ديال لي بياس الاولى والثانيه يكونوا بي دي اف. كنعاود نركز، لا كارت ناسيونال من جوج جوايه وكذلك البكالوريا من جوج جوايه يكونوا بي دي اف. بالنسبه للتصويره راه ما طالبينش تكون بي دي اف، فقط صوره عاديه. اوكي. هنايا غادي ندخل انا هاد المعطيات اللي طالبين ليا. كذلك واحد الملاحظه، نخلي لكم واحد لا فيديو في صندوق الوصف الطريقه كيفاش تقدر تصور الوثائق ديالك بسهوله وباش يكونوا مقبولين. نخليه لكم هاد لا فيديو في صندوق الوصف، تضغط عليه تعرف على الطريقه، سكاني الوثائق ديالك ودخل تسجل. من بعد انا فاش دخلت هاد المعطيات هنا كيطلع ليا فوتر فيشي اي بيان اونجستري، زعما دوك الملفات راه دخلوا بنجاح. تبقى اخر مرحله اللي هي نديلشارجي الوصل ديالي، الوصل ديال الانسكريبسيون في هذه الجامعه ديال مولاي اسماعيل. وغنكليكي على تيلشارجي وكيطلع لي الوصل ديالي هو هذا. هنا تلقى المعلومات ديالك، السميه، جميع دوك المعلومات اللي دخلنا كنلقاوهم هنايا بما فيهم التصويره ديالتنا وكذلك الكليه اللي اختارينا. بالنسبه للموعد راه ما غاديش تلقاوه هنايا، غادي تتبعوا الاعلانات ديال الكليه اللي تسجلتوا فيها، تما كيحددوا لكم التاريخ فين توضعوا الوثائق. بالنسبه للوثائق اللي غادي تحتاجوها نخلي لكم واحد لا فيديو في صندوق الوصف، دخلوا تفرجوا فيه تعرفوا على الوثائق اللي خصكم تجمعوا. هنايا كما تلاحظوا معايا بالنسبه للموعد راه كما قلت لكم تتبعوا الاعلانات ديال الكليه اللي غنخلي لكم جميع الكليات الروابط ديالها في الوصف. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا حطيت اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكل نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.